السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما نبدأ ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويثبت اقدامهم. النهارده بإذن الله معانا تطبيقات النسبة والتناسب وتحديدا النسبة المئوية. بسم الله نبدأ. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين. قبل ما نبدأ أي درس طبعا بنفهم إيه هي، بيتكلم عن إيه وإيه تعريف. تعالى نعرف إيه هي النسبة المئوية. قال لي تعريف النسبة المئوية، قال لي هي نسبة، قال لي هي نسبة حدها الثاني يساوي 100. يبقى تعريف النسبة المئوية هي نسبة حدها الثاني يساوي 100. يعني إيه؟ يعني لو جيت قلت لك إن 35% دي علامة 100%، بقول لك 35% بتساوي كام؟ تقول لي بتساوي 35 على 100. فده المقصود بحدها الثاني يساوي 100. يبقى لما اجي اقول لك 35%، تبقى انت عارف ان ال 35% بتتكتب على صورة 35 على 100. طب لو جيت قلت لك مثلا معانا وليكن 1.7، وعايزك تحولها لي لنسبة مئوية. يعني احنا معانا 1.7، 1.7 ده ايه؟ دوت اللي هو عدد عشري، وعايزك تحوله لي لنسبة مئوية. نحولها ازاي؟ قال لي والله بكل بساطة هضرب في 100. ما انا عايز احولها نسبة مئوية، والنسبة المئوية اللي هي 100%، فانا عايز اخلي 1.7 احولها لنسبة مئوية. قال لي اعمل ايه؟ قال لي اضرب في 100%. قلت له زي الفل. والله بص يا عم الحاج، ال 100% هننزلها زي ما هي، وامسك آلتك الحلوة اضرب 1.7 في 100، يعني ب 170. يبقى أنا حولت ال1.7 ل170%. تمام. طب لو جينا خدنا مثال كمان، قلت لك ال3، حولها لي ل 100%، حولها لي لنسبة مئوية. زي ما خلاص احنا عرفنا نقوم عاملين ايه؟ نقوم ضاربين في 100%. تمام. وننزل العلامة اهي 100%. اضرب 3 في 100. 3 في 100 بكام؟ ب30%. يبقى أنا حولت ال3 لنسبة مئوية ازاي؟ ضربت في 100%. طب زي الفل. والله في طريقة تانية. ايه هي الطريقة التانية؟ تعال بص. هي ال3 دي كام؟ هي أصلها 3/10، صح ولا ايه؟ ما هي 3 يعني 3/10. أنا ممكن أحولها ل100%. أعمل إيه؟ قال لي هضرب فوق في 10 واضرب تحت في 10. يعني هضرب فوق في 10 واضرب تحت في 10، يبقى بتساوي كام؟ 3 في 10 ب30، و10 في 10 ب100. الله، ده طلعت 30 على 100. 30 على 100 زي ما قلت لك 35% اللي هي 35 على 100. 30 على 100 اللي هي بتساوي 30 كام؟ في المية. زي الفل. تمام. طب تعالى كده، تعالى نحول من كسر عادي إلى نسبة مئوية. كسر عادي إزاي؟ يعني لو جيت قلت لك مثلا 2/5، حولها لي يلا لنسبة مئوية. خلاص إحنا عرفنا نسبة مئوية يعني هضرب في 100%. اضرب يلا في 100%. أهو في 100%. خلاص إحنا قلنا ال100% العلامة هي معانا زي الفل. امسك آلتك، قول 2/5 في 100. 2/5 في 100 بكام؟ ب40. ب40%. عرفنا ازاي بنحول من كسري لنسبة مئوية، وهكذا. تمام. تعالى بقى نعكس. اديك انا بقى المية في المية. اديك انا المية في المية ازاي؟ يعني اجي اقول لك 27%،
حولها لي انت بقى، يعني التحويل من نسبة مئوية إلى كسر عشري أو كسر عادي، حولها لي لكسر عشري أو كسر عادي. خلاص والله احنا عارفين ال27% يعني كام؟ يعني 27 على 100 زي الفل، اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي 27 من 100. يبقى احنا عارفين ال27% اللي هي برضو زي دي 35% أصلها ايه؟ 35 على 100. 27 على 100 يعني 27 من 100، وهي نفس الحوار كام؟ 35 من 100. تمام. دي كانت مقدمة بسيطة وسريعة علشان لما نبدأ ندخل في الدرس ونشوف الحاجات دي ما نبقاش مستغربين هي جت منين أو راحت فين. حساب التخفيض، يعني إيه التخفيض؟ يعني الخصم. بقول لك حساب التخفيض أو الخصم والسعر بعد التخفيض. تمام. تعالى كده أول حاجة نفهمها مع بعض. لو جيت قلت لك مثلا عند تخفيض سلعة بمعدل مثلا دي في المية، يعني ايه دي في المية؟ انا مديك رقم، اي رقم، فاي رقم فاحنا رمزنا له بالرمز دي، فقلت لك عند تخفيض، تمام، سعر سلعة بمعدل دي في المية، تمام، فإن قيمة التخفيض، أنا عايز قيمة التخفيض، تمام، بتساوي، أنا دلوقتي عايز قيمة التخفيض، اديتك سلعة أيا يكن السلعة، تمام، قلت لك أنا عملت لك تخفيض بنسبة دي في المية، أنا عايز قيمة التخفيض، ده قانون ويتحفظ، قيمة التخفيض بتساوي سعر السلعة، يبقى سعر السلعة في دي في المية، يبقى سعر السلعة في دي في المية، يعني إيه سعر السلعة؟ هديك الوقت، هناخد مثال وهنفهم الكلام ده، بس دي قوانين لازم تتحفظ، أنت عارفها في ذهنك علشان خاطر لما نيجي نحل يبقى أنت معايا. لما أقول لك قيمة التخفيض بتساوي سعر السلعة في دي في المية، والدي في المية دي ممكن نكتبها إزاي تاني؟ أقول دي على 100. ما احنا خلاص عرفنا زي ما خدنا المثال 35% يعني كام؟ يعني 35 على 100. تمام. فالوقت معانا قيمة التخفيض، ده أول قانون، قيمة التخفيض بتساوي إيه؟ سعر السلعة في دي على 100. تمام زي الفل، وقلنا إن دي على 100 اللي هي بتساوي برضو كام؟ دي على 100. تمام. ده أول حاجة. أنا دلوقتي أنا جبت قيمة التخفيض، أنا عايز سعر بعد التخفيض، يعني أنا خلاص أنت عملت لي تخفيض وليكن 15% وشلناهم من السعر، أنا عايز أعرف السعر ده بعد التخفيض كام؟ قال لي إن السعر بعد التخفيض، احفظ أهو، السعر بعد التخفيض بيساوي، قال لي السعر الأصلي، قال لي السعر الأصلي للسلعة، تمام، ناقص قيمة التخفيض. يبقى السعر بعد التخفيض بيساوي إيه؟ بيساوي السعر الأصلي للسلعة ناقص قيمة التخفيض. يبقى القانونين دولت أو الحاجتين دولت مهمين جدا. قيمة التخفيض بتساوي إيه؟ سعر السلعة في دي في المية، يعني بتساوي الدي في المية أيا كان، ممكن تكتب لي دي في المية أو عشان تسهل على نفسك تكتب دي على 100 اللي هو الرقم على 100. والسعر بعد التخفيض، خلاص بعد التخفيض أنا عايز أعرف السعر، هتقول لي السعر الأصلي للسلعة ناقص قيمة التخفيض. الكلام ده هناخده دلوقتي في مثال وهنعرف يعني إيه السعر الأصلي وقيمة التخفيض. ومعانا مثال، بيقول لك اشترى رجل شاشة تلفزيون من أحد الأسواق التجارية، فإذا كان سعرها 18500 جنيه، يبقى سعر الشاشة كام؟ 18500 جنيه، وتم عمل خصم عليها بمعدل 12%، فما سعرها بعد الخصم؟ خلي بالك هنا سعرها الأصلي كام؟ 18500 جنيه، وعمل له خصم على الشاشة بكام؟ ب 12%، فما سعرها بعد الخصم؟ طبعا احنا عارفين قانون سعرها بعد الخصم، احنا قلنا ايه؟ قلنا السعر الأصلي ناقص قيمة التخفيض، يبقى أنا محتاج أجيب مين؟ قيمة التخفيض الأول. تعال نجيب قيمة التخفيض، نقول
قيمة التخفيض بتساوي، احنا قلنا قيمة التخفيض دول ايه؟ سعر السلعة في 100% أو في دقيقة في المية. سعر السلعة كام؟ نكتب القانون نقول سعر السلعة في الدي في المية. الدي في المية دي كام؟ 12%. تمام. بيساوي سعر السلعة مداني بكام؟ ب18500 أهو، 18500 في 12%. أنت ممكن تكتب في المية على الآلة، 12% على الآلة، بس عشان نسهل هنقول 12 على كام؟ على 100. امسك الآلة بتاعتك، 18500 12 على 100 يطلع لك 2220 جنيه. يبقى 2220 جنيها. التمييز جنيه ليه؟ لأن لك هنا 18500 جنيه. يبقى أنا كده جبت أول حاجة معايا قيمة التخفيض. تعالى بقى، هو عايز سعرها بعد الخصم. 2 السعر بعد الخصم. كان القانون بيقول إيه؟ كان بيقول سعر السلعة الأصلي، سعر السلعة الأصلي ناقص قيمة التخفيض. زي الفل. سعر السلعة الأصلي اللي هو برضه 18500، يعني بتساوي سعر السلعة كام؟ 18000 وكام؟ و500 ناقص، احنا عايزين قيمة التخفيض. قيمة التخفيض طلعت لي بكام؟ ب 2220، يعني 2220 بيساوي، امسك الآلة قول 18500 ناقص 2220 يطلع لنا كام؟ يطلع لنا 16280 جنيه. يبقى هو هنا عمل ايه؟ والله طلع ان ال 12% معدل التخفيض طلعوا بكام؟ طلعوا ب 2220 جنيه. يعني ال 12% الخصم اللي الراجل عملهم لي وانا بشتري الشاشه طلعوا كام؟ 2220. فبقى سعر الشاشه اللي المفروض هدفعه كام؟ 16280 جنيه. يلا بطل، توكل على الله وجرب. بيقول لك إذا كان سعر بنطلون 450 جنيه وكان عليه معدل خصم 20%، فما سعر البنطلون بعد الخصم؟ انت هتجيب قيمة التخفيض الأول وبعد كده تجيب سعر البنطلون بعد الخصم. معانا تاني حاجة وهو حساب السعر الأصلي قبل التخفيض. احنا في الحاجة اللي فاتت كنا خدنا ايه؟ كنا خدنا حساب التخفيض اللي هو الخصم. قلت لك حساب التخفيض الخصم والسعر بعد التخفيض. كنا عايزين هناك حساب التخفيض والسعر بعد التخفيض. لا، هنا دلوقتي انا عايز السعر الاصلي قبل التخفيض. ازاي؟ هنشوف. بيقول لك حصل احمد على معدل 50 خصم 40%، ان هو حصل على خصم 40% من ثمن دراجه من احد الاسواق. فاذا دفع احمد 8400 جنيه، فما السعر الاصلي للدراجه؟ يبقى دلوقتي احمد معاه خصم، والخصم ال 40% طلع كام؟ 8400. اكن دوت السعر بعد التخفيض كام؟ 8400 جنيه. لا، احنا عايزين بقى السعر الاصلي لما كان سعرها 100% قبل التخفيض. تمام. احنا والله هنحل بطريقه حلوه. نعمل ايه؟ احنا ممكن نعملها زي بتاعت الدرس اللي فات. هنقول السعر الاصلي الى معدل الخصم الى السعر بعد الخصم. السعر بعد الخصم. ليه بقى السعر بعد الخصم؟ ما هو مديك خصم 40%، والسعر كان كام بعد ما عملت لك انا خصم 40%؟ كان 8400 جنيه. تمام. تعال، السعر الاصلي هو المفروض كان 100%. يعني هو السعر الاصلي كان 100%. انا ما اعرفش هو السعر كام، بس انا عارف ان هو كان 100%. زي الفل. تمام. وقال لك السعر معدل الخصم، هو عمل لي معدل خصم بكام؟ ب 40%. والله زي الفل. ايه ده؟ السعر بعد الخصم. حلو. السعر بعد الخصم
بعد ما انا عملت لك خصم 40% اتبقى كام؟ اطرح 100% السعر الاصلي اطرحه من معدل الخصم، هيديك السعر بعد الخصم. يعني 100%، يعني 100 ناقص 40 كام؟ 60، اللي هو كام؟ 60%. بمعنى ان انا كان السعر 100% وانت جيت تاخد من عندي دراجه، فانا عملت لك خصم 40%، فانت هتحاسب على 60% من السعر الاصلي اللي هو كام؟ 60%. طب زي الفل. والله احنا هنا عايزين السعر الاصلي، هنا احنا مش هنعمل حاجه. اما هنا السعر بعد الخصم، والله شوف بيقول لك ايه، حصل يا احمد على معدل خصم 40%، واللي هم كانوا كام؟ 8400 جنيه، فالسعر بعد الخصم كام؟ 8400 جنيه. يلا اشتغل بكل بساطه. طبعا احنا مش شايفين معدل الخصم لان احنا عايزين نجيب السعر الاصلي، فاحنا مش شايفين ده. هنعمل ايه؟ هنقول ده في ده على ده، تاني ده في ده على ده. هنقول 100 في 4400 جنيه على كام؟ 8400 جنيه على 60. تعال، هو عايز ايه؟ السعر الاصلي. او كاتب اقول له السعر الاصلي بيساوي شرط الكسر ده في ده على ده، مالكش دعوه بال 100%. هتقول 100 في 8400 على كام؟ على 60 بيساوي، امسك آلتك، 8400 في 100 على 60 هيطلع لك ب 14000 جنيه. ده معناه ايه؟ معناه ان سعر الدراجه الاصلي كان 14000 جنيه، وهو لما عمل لي خصم 40% قال لي انت هتدفع 8400 جنيه بس. على فكره الطريقه دي احنا ممكن نستخدمها في اللي قبل كده وهتطلع صح، وبرضه مالكش دعوه بمعدل الخصم. احنا لنا السعر بعد الخصم، وهتكتب برضه نفس الحوار، وهتشتغل وتقول السعر بعد الخصم، وهتشتغل وهتطلع صح. وجرب واكتب لي في التعليقات. وطبعا ده مثال علشان تجرب نفسك. توكل على الله يلا وبطل وجرب. بيقول لك اشترت سارة خلاطا في موسم التخفيضات ودفعت 3500 جنيه، وكان معدل التخفيض اللي معمول لها كام؟ 20%. هو عايز ثمن الخلاط قبل التخفيض. تمام. ثالث حاجة معانا حساب الإضافة. الإضافة يعني الزيادة، بيقول لك حساب الإضافة أو الزيادة والسعر بعد الإضافة. تمام. لو جيت قلت لك مثلا عند زيادة سعر سلعة، أي سلعة زادت بيقول لك نتيجة مثلا لأي حاجة، ضريبة، عمولة، ربح، أي حاجة، قلت لك إن هي زادت بمعدل في المية. تمام. فأنا بقول لك عايز قيمة الزيادة. يبقى أول حاجة عايزين نحفظها ونعرف التعريفات بتاعتها والقوانين. أول حاجة عايزين قيمة الزيادة. تمام. والله بيقول لي قيمة الزيادة، قال لي بنقول سعر السلعة في في المية. يبقى قيمة الزيادة سعر السلعة في تي في المية، واحنا قلنا التي في المية دي ممكن نكتبها ازاي؟ تي على مية. زي الفل. واحد يقول لي ده نفس قانون قيمة التخفيض، برضو كنا بنقول قيمة التخفيض بنقول سعر السلعة في دي على المية او ايا كان الرمز. اقول له صح، بس خلي بالك، وهو احنا هنا عايزين السعر بعد الاضافة، هناك كنا بنقول عايزين السعر بعد التخفيض. لما اجي اقول لك هنا بقى السعر بعد الإضافة أو الزيادة بيساوي، هتقول لي سعر السلعة الأصلية زائد، هناك كانت ناقص، لا هنا زائد عشان دي زيادة بالموجب، فسعر السلعة الأصلية زائد إيه بقى؟ قال لي زائد قيمة الزيادة. قيمة إيه؟ الزيادة. يبقى هنا عندنا السعر بعد الزيادة بقول إيه؟ سعر السلعة الأصلية زائد قيمة التخفيض. قيمة الزيادة معلش يبقى زي ما قلنا في المثال اللي فات، او الحاجه اللي خدناها اللي هي كانت قيمه التخفيض، نفس حوار قيمه التخفيض قيمه الزياده، الاثنين بيتكلموا في سعر السلعه بنضربه في تي في المية. بس هناك كنا بنقول السعر بعد التخفيض ايه؟ كنا بنقول السعر السلعه الاصليه ناقص قيمه الزياده. وعشان ما تتلخبطش، التخفيض يعني حاجه اقل بالسالب، والزياده حاجه ازيد بالموجب. بقول لك السعر بعد الاضافه يعني بعد الزياده هتبقى
بالمول. طبعا ناخد مثال علشان نفهم الكلام ده. تمام، مثال بيقول لك في أحد المطاعم طلب محمد وجبة غداء، وكان ثمن الوجبة 540 جنيه، ويضاف إليه ويضاف يعني إضافة زيادة 14% معدل ضريبة، فما قيمة الضريبة والمبلغ الذي يدفعه محمد؟ تمام، تعال نجيب قيمة الضريبة. قيمة الضريبة اللي هي قيمة الزيادة اللي احنا بنستخدمها، قيمة الضريبة. تمام، بتساوي القانون سعر السلعة في كام في المية، اللي هو كام؟ 14%. تمام، هنقول بيساوي، هنكتب دي بشكل كويس، سعر السلعة. تمام، سعر السلعة هو مداني كام؟ قال لي إن هو طلب وجبة بكام؟ ب 540 جنيه، فدي سعر السلعة 540 جنيه. تمام، جنيه في 14%، احنا هنكتبها كام؟ 14 على 100 بيساوي، امسك الآلة، 540 في 14 على 100 بكام؟ ب 75 جنيه و6 من عشرة. يبقى 75 6 من عشرة جنيه. يبقى أنا دلوقتي قيمة الضريبة الزيادة على الوجبة اللي طلبها محمد، كانت الضريبة الزيادة عليها كام؟ 75.6 جنيه. أنا كده جبت له قيمة الضريبة اللي هو عايزها. هو عايز إيه؟ والمبلغ الذي يدفعه محمد، يعني إيه؟ يعني هو عايز المبلغ كله، الضريبة بوجبة الأكل كله مع بعض. خلاص، فهم أنا جاي هنا وقام قايل له المبلغ المدفوع بيساوي المبلغ المدفوع، او اكتب له المبلغ الذي يدفعه محمد. تمام، بيساوي، احنا قلنا القانون ايه؟ اللي هو الزياده بعد الزياده، اللي هو السعر بعد الاضافه او الزياده. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول السعر الاصلي زائد قيمه الضريبه او قيمه الزياده، فنكتب له مثلا قيمه الضريبه. حلو، يساوي السعر الاصلي كام؟ هو محمد جاب الوجبه بكام؟ ب 540 جنيه، او ال 540 زائد، هو محمد هيدفع ضريبه زياده كام؟ 75.6 بيساوي، امسك آلتك، 540 زائد 75.6 يدينا كام؟ 615 جنيه. يبقى محمد دلوقتي هياكل وجبة الغداء وهيدفع كام؟ هيدفع 615.6 جنيها. ليه؟ لأنه هيدفع ضريبة 75.6 جنيه. تمام. طب تعالى كده نحلها بالطريقة المختلفة، بالطريقة التانية، اللي هي اللي هي اللي احنا كنا استخدمناها في الدرس اللي فات، اللي هي بتاعت النسبة والتناسب ديت، التقسيم التناسبي. طب تعالى كده نستخدمها. هنكتب زي ما قلنا الثمن الأصلي إلى معدل الضريبة إلى الثمن بعد الضريبة، إلى إيه؟ الثمن بعد الضريبة. تمام، اللي هناك كان برضه كان إيه؟ كان معدل الخصم والثمن بعد الخصم. تمام، والله إحنا قلنا إيه؟ هو بيقول لك الثمن الأصلي يعني كام؟ يعني 100%. ده هو الثمن الأصلي دايما فوق 100%. تمام، الثمن الأصلي هو اشتراها بكام من غير ما يدفع ضريبة؟ كان اشتراها بكام؟ ب 540 جنيه. زي الفل. إلى معدل الضريبة، هم قالوا له هنضيف عليك معدل ضريبة بنسبة كام؟ 14%. أهو. تمام، والله إحنا من ضمن المطلوبات اللي عايزينها، عايزين قيمة الضريبة، قيمة الضريبة يعني عايزين دي معانا. تمام، الثمن بعد الضريبة، والله اطرح 100 ناقص 14% هيطلع لك كام؟ ده خلي بالك بقى، هنا احنا بنتكلم في زيادة، هنا احنا بنتكلم في زيادة. هناك كنا بنقول لك الثمن بعد التخفيض. التخفيض يعني طرح، والضريبة يعني جمع، يعني زيادة، في ضريبة عليك هتدفع بزيادة.
اما هناك كان تخفيض فكنا بنطرح نقول لك 100 ناقص كذا على طول، ليه؟ كان في تخفيضات والكلام ده. اما هنا في زياده، انت عليك ضريبه، فبنجمع. ف100 زائد 14 يعني 114 كام في المية. وطبعا عايزين الثمن بعد الضريبه. بس هنشتغل ايه؟ هنشتغل مقصات. هنقول اول حاجه قيمه الضريبه. نقول قيمه الضريبه بيساوي، احنا عايزين نجيب قيمه الضريبه. هنعمل ايه؟ هنشتغل مقص. احنا دلوقتي عايزين نجيب قيمه الضريبه هنا اهو. انا مش هشوف دي، انا عايز اجيب قيمه الضريبه. هقول ده في ده على ده، تاني ده في ده على ده. يعني هقول 14 في 540 على كام؟ على 100. امسك الآلة اضرب 14 في 540 على 100 هيطلع لنا 75.6 ايه؟ جنيه. فعلا نفس الرقم اللي كنا طلعناه. فهنا معدل الضريبة يعني كأنها قيمة الضريبة، قيمة الزيادة. هنا تبقى قيمة الضريبة وقيمة الزيادة. واحنا قلنا الثمن الاصلي يبقى 100% والضريبه بنجمع، تمام. الثمن الاصلي 540. احنا كده جبنا قيمه الضريبه. عايزين نجيب ايه؟ نجيب المبلغ الكلي، المبلغ اللي هيدفعه مروان كله. والله احنا مش محتاجين بقى نجيب ده على طول، ليه؟ احنا ممكن نعمل بطريقه اصيع. طالما بدل نجيب قيمه الضريبه، خلاص انا جبت ان هو هيدفع ضريبه كام؟ 75.6، اجمع عليهم المبلغ الاصلي، يبقى انا كده جبت المبلغ اللي هيدفعه كله مروان. بس تعالى نجيبه بالطريقه بتاعتنا. هنقول ايه؟ المبلغ المدفوع بيساوي شرطة كسر. خلاص انا مش شايف دي وهشتغل مع دي. هقول ده في ده على ده، 114 في 540 على 100 اهو. 114 في 540 على كام؟ على 100 بيساوي 615.6 جنيه. يبقى انا دلوقتي كده اشتغلنا بالطريقه دي والطريقه دي. حل بين اللي انت عايزهم، واعتقد الثانيه اسهل لانك على طول بتجيب قيمه الضريبه، بتقول السعر الاصلي او السعر السلعه على طول في ال 14%. يعني 14 على 100 جبت انت على طول ايه؟ الاضافه. على طول المبلغ بعد الاضافه تجمع على طول وخلص. يلا بطل، توكل على الله وجرب. بيقول لك اودع رجل 12,000 جنيها في احد البنوك، وكانت نسبه الفائده يعني الزياده 23%. أوجد إجمالي المبلغ الذي يحصل عليه. يبقى أنت هتجيب الأول قيمة الزيادة 23%، يعني كام زيادة، وبعد كده تجمع عليهم المبلغ الأصلي اللي هو 12,000 جنيه، هيدي لك المبلغ كله. كده يكون الفيديو انتهى. يا رب تكونوا استفدتم. ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعي لأخواتنا في غزة إن ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم يا رب. ولو في حاجة وقفت معاك تقدر تكتب لي في التعليقات. وأشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.